يا مساء الفل. جايلكم النهارده باذن الله بوصفه هتعجبكم جدا. هنعمل النهارده الجبنه التركي او الجبنه الرومي، هنعملها من الجبنه القريش. هوريكم النهارده ازاي هنعرف نحول الجبنه القريش لجبنه رومي او جبنه تركي. عايزه اقول لكم ان انا جربت اكتر من طريقه للجبنه التركي، والحقيقه يعني مفيش ولا اي حاجه منهم ظبطت الا الطريقه دي، عشان كده انا حبيت ان انا اشاركها معاكم. جربوها باذن الله هتعجبكم وهتديكم نفس النتيجه. يلا بينا كده نسمي بسم الله ونصلي على رسولنا الكريم ونبدا نشوف هنعمل ايه. مبدئيا كده معايا هنا 350 جرام من الجبنه القريش. الجبنه القريش هو الجبنه الفلاحي بتاعتنا العاديه خالص. هجيبها، اهم حاجه ان انا اصفيها من الميه بتاعتها تماما، يعني اسيبها كده اهوت 3 4 ساعات تصفي الميه بتاعتها. 350 جرام، لو حد ما عندوش ميزان يبقى كوبايه ونص من كوبايه الشاي اللي احنا بنشرب بيها. هنا بقى هضيف عليها معلقتين كبار من الزبدة. استخدمي زبدة يكون طعمها حلو عشان تديكي طعم حلو. حطيت كمان نص معلقة من الكربوناتو، بيكربونات الصوديوم، ونص معلقة صغيرة ملح. كل المكونات دي هسيبها لكم بإذن الله في صندوق الوصف. رفعتهم بقى كده على النار زي ما انتم شايفين. بمجرد ما بتحطيها على النار الجبنة بتبدأ تسيح وبتبدأ تطلع كل السوائل بتاعتها. زي ما احنا شايفين كده بدأت السوائل بتاعتها تبان اهوت معايا. هفضل ان انا اقلب التقليب المستمر واحده واحده كده على نار هاديه جدا. حاولي تكون النار هاديه على النار ومع التقليب المستمر لغايه انا هنا عايزه كل السوائل اللي في الجبنه تتبخر معايا. تمام، هفضل اقلب فيها كده بالراحه. لو لسه مكمله معايا لغايه دلوقتي ما تنسيش من فضلك تحطي لايك وشير للفيديو وتعملي اشتراك في القناة، واهم حاجة تفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك بإذن الله اشعار بكل جديد. زي ما انتوا شايفين كده بعد المية والسوائل بتاعتها ما اتشربت، هنا بقى هبدأ اجيب تمن كيلو، تمن بالظبط من الجبنة التركي. تمن من الجبنة التركي هقطعه كده، هكسره كده حتت بايديا عادي خالص، وهبدأ انزل بيه على المكونات بتاعتي. وهقلب برضو مع التقليب المستمر. زي ما احنا شايفين كده ان الجبنه بدات تسيح معايا. هديها كده تقليبتين مع ما تحاولي ان انتي ما توقفيش ايدك ابدا عن التقليب. بصوا زي ما انتوا شايفين، بصوا بسم الله ما شاء الله، بصي المطه بتاعتها حلوه جدا ازاي. هنا بقى هاخد كده خلاص الجبنه بتاعتي بدات تسيح. هاخدها بقى كده على الكبه بتاعتي وهفرمها. عايزه كده ان هو ايه الخليط بتاعي ده كله يتجانس كله مع بعض. اديتها كده ضربه في الاول خالص، وبعد كده جبت نص كوبايه من الحليب، حطيت عليهم معلقتين من النشا، هقلب كويس جدا. قلبي كويس جدا عشان النشا هنا يدوب معاكي كويس قوي في الحليب. تمام. بعد كده هبدا اخد النص كوبايه الحليب وانزل بيها على الخليط بتاعي بتاع الجبنه. هضرب برضو ضربتين علشان انا عايزه ان الخليط بتاعي ده يكون ناعم كده ومتجانس كله مع بعض. بعد ما ضربناهم مع بعض هرجعهم تاني للطاسه او للحله او للوك اللي انا شغاله فيها واحطها على النار بتاعتي. تمام، الكلام ده كله على نار هاديه زي ما احنا قلنا. في المرحله دي هجيب كده لون اصفر، هاخد منه بالظبط 3 نقط. حابه تعملي الخطوه دي تمام، مش حابه تعمليها براحتك مفيش اي مشكله. ده لون غذائي، لون طعام غذائي، مفيهوش اي مشكله، مش مضر ولا اي حاجه. مع التقليب طبعا المستمر زي ما احنا قلنا، عايزه هنا بقى ان الجبنه كلها كده تتجانس وتاخد ايه يعني تقلبتين كده على النار. في الوقت ده هجيب كده شويه كده معلقتين من الفلفل الاسود الحصى، وهبتدي انزل فيه بيهم على الجبنه. طبعا الجبنه التركي او الرومي معروفه طبعا ان بيتحط عليها فلفل اسود. انت مش حابه تضيفيه مفيش اي مشكله براحتك. مع التقليب المستمر كده زي ما انتم شايفين، بصوا بدات تتماسك وبدات تكون معايا كتله واحده. بصوا بقت قطعه واحده زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله المطه بتاعتها حكايه يعني. جبت كده بوله وبدات ان انا اغلفها بالاسترتش، او لو ما عندكيش ممكن تدهنيها دهنه زيت او كيس تلاجة او اي حاجه تعجبك. وهبدا احط فيها الجبنه ومع الضغط كده عشان خاطر بس تبقى متساويه. اضغطي فيها كده بايديكي او بالسباتشولا او بالمعلقه علشان بس ايه تتساوي وتاخد شكل متساوي. تمام. بعد كده هغطي وهضغط عليها. بعد ما اغطي كده بالاسترتش هبدا اضغط عليها برضو علشان اساوي الشكل بتاعها يبقى كله متساوي. تمام. بعد ما سويت الشكل هبدا ان انا افتح بقى كده الاسترتش ده واسيبها لغايه ما تهدى وتبرد تماما.
تمام. هي كده بصوا كده انا سويتها خلاص. هبدأ بقى اشيل الاسترتش ده، افكه كده شوية لغاية ما تبرد وتهدى معايا خالص. بعد ما تهدى وتبقى كده دافية بس، هبدأ بقى هنا ان انا اغطي، وهجيب معايا، جيبي بقى كده حلة فيها مية، امليها من المية او اي حاجة تقيلة يعني، وابدأي حطيها على الجبنة، علشان هنا طبعا احنا عارفين ان الجبنة التركي طبعا دي كلها اقراص وبتبقى بتدخل مكابس وحاجات من دي، احنا ما عندناش مكبس في البيت. فهجيب حلة كده مليانة مية، مجرد ان هي تعمل تقل بس عشان تضغط على الجبنة بتاعتي يعني تكبسها كده. تمام. طبعا كلنا عارفين ان الجبنة التركي دي بتبقى اقراص وبتفضل تتخزن وبتتشيل من هنا لهنا لهنا، وعمرها ما كانت متغطية. تخيلي بقى انتي لما تيجي تعملي حاجة زي دي في البيت، نظيفة وضمناها واثقة منها. عايزة اقول لكم النتيجة بسم الله ما شاء الله عليها، زي ما انتم شايفين. بصوا بتتقطع معايا القطعة بقطعتها، ومتماسكة، مش طرية قوي مش ناشفة قوي، يعني هي مش زي يعني مش طرية قوي زي الجبنة الشيدر، ولا هي ناشفة قوي زي الجبنة التركي القديمة. هي هتديكي نتيجة الجبنة التركي الوسط او الرومي الوسط. بصوا هنا يعني زي ما انتوا واخدين بالكم انا بقطعها طبعا شرايح رفيعة جدا، تقدري تخنيها. عايزه اقول لكم ان دي اكتر حاجه ادتني، يعني اكتر طريقه ادتني نتيجه قريبه قوي من الجبنه حقيقي ان احنا بنشتريها من بره. بصوا معايا حتى شكل الفلفل الاسود فيها آه، بالظبط بالظبط. يعني على فكره ده بيعتبر ماده حافظه ليها. الطعم حلو جدا، نفس طعم الجبنه التركي طبعا. استخدمي جبنه تركي فيها تكون قديمه عشان تديكي طعم قوي. ده كده كان شكلها. متنسيش بقى تحطي لايك وشير للفيديو من فضلك لو سمحتي. متنسيش تشغلي اقصد تفعلي زر الجرس على الكل علشان يوصلك باذن الله اشعار بكل جديد. جربوها بألف هنا وشفا، انا متأكدة ان هي ان شاء الله هتعجبكم. وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات رأيكم فيها، واللي جربها يقول لي رأيه. بألف هنا وشفا.